قصة ثانية طويل العمر. قصة هذا إلى ناس طبعا في عام 1960 أهل الشمال اللي هم شمال المدينة المنورة أو شمال خلينا نقول مناطق ذي اللي دير تجهينة، كانوا يروحون للأردن أقرب لهم البيع محصولهم أو بيع غنمهم أو بيع حلالهم أقرب لهم من مناطق أخرى، ويتقضون منها أشياء ثانية. وهذه القصة بالضبط حدثت في هذا العام 1960. هذا رجال عقب الربيع عقب الخير جاب سمن عنده وحاطه في هالعكاك وشايله على بعيره وراح للأردن. يوم دخل السوق ويحرجون عليه ويجيب هاك الثمن الزين، يقول أنا رايح مع قفل يعني قافلة، وأبي أرجع مع قافلة على أساس ما يصير الحالي، وهذا أصعب ما نبي قافلة تودينا عند يم أهلنا. يقول وأنا يوم بعت السمن وجاب لي هذا حطيته في حزام من عندي وقعدت في الديرة احتريني أو أسمع عن قافلة بترجع لديرتي أبي أجي أخاويهم. يقول وتشوف اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث. يقول أنا عيني على رجال إنه يبيع حب وبر وارزاق وجنبه مطحنة، كل البادية يجون عنده ياخذون الحب يطحنون يروحون لأهلهم. أنا قلت ما بيطحن الحب الحين إلين ألقى القافلة وأتأكد منها. يقول صرت أجي عنده دائما أقعد عنده في الكريسي، هو شك فيني أنت راعي الحب هذا والأرزاق، شك فيني اليوم الأول اليوم الثاني الثالث ولا أتكلم. يقول يوم جيت للسوق قالوا في قافلة بتتحرك بعد بكرة، وأنا أجي لأميرها قلت تراني مخاويكم، قال الله يحييك. يقول وأنا أرجع له يقول يوم دورت الكمار أدور الفلوس لا يمين معي، قيمة الثمن اللي أنا بعته مو معي. يقولوا لا والله الدنيا ضايقة فيني، لا عارف ولا معروف في الأردن. يقول أجي عند راعي الدكان حاط يدي على خدي وضايق فيني وأطلب الله إن الله يعوضني ولا ييسر الأمور. يقول هو يستلحقني راعي الدكان، تعال يا بدوي. يقول يوم جيته قالوا ايش عندك؟ قلت والله أنا عندي. قالوا ايش عندك؟ يقول أنت وجهك قبل 4 أيام غير وجهك اليوم. يقول وعلم القصة كلها. قال بس قلت هي. قال تعال خذ اللي انت بيه ويفتح لي دكان. يقول واخذ أرزاق واخذ ثويبات لعيالي عندي بنيات، يقول واخذ لهم ملابس واخذ لهم أغراض. يقول والله ما سأل عن شيء. يقول ويجي ولد له عمره 20 سنة و15 سنة يعاونني فيها كاس ونوديها المطحنة ونطحنها. يقول يوم اكتمل كلش وجيه. قلت كم حسابك؟ قال حسابي هالشكل. قلت والله ان شاء الله باذن الله ما هو مأخرني الا قافله اول قافله تجيك ارسل الفلوس معها. قال بارك الله فيك يا ابني. يقول وانا اخذها واحطها على بعيري واحط ارزاقي، يقول فرحان وتني مالك الدنيا كلها، واجي للقافله ونرجع لاهلنا. يقول يوم رجعت لاهلي يقول وانا اخذ من اخوياي وربعي قيمه هالاشياء، يقول اول قافله بعد شهرين وارسل الفلوس معه. يقولوا يرجعون ويجوني قالوا ترى يتشكر منك على امانتك وعلى وفاك. قلت ما لحقت جزاه. يقول سبحان الله تغيرت الامور، بعد 5 و6 سنوات صرت كل ما اروح اجي اسلم عليه واتقهوى عنده واجيب له سمن ولا وقيطه ولا من هالاشياء. يقول صارت عندنا انتعاش في السعوديه. يقول يوم جاء ذاك المره يقول يوم جيته ولا الرجال مو فيه والقى ولده اللي ساعدني. هذا الكلام بعد 10 سنوات. وين ابوك؟ قال والله يطلب كل حل توفي العام الماضي، الله يغفر له ويرحمه. يقول وانا والله يضيق صدري ودعيت له، وصار بيني وبين ولده هذا واخوانه مواصل رايحين جايين الين جاء عام 1373. يقول وانا اروح للاردن تراني الحين بخير وعندي تجاره معي 6000 دينار، لا بروح للاردن اشتري فيها شيء. يقول يوم جيت وامر خويي في الدكان ولد خويي، يوم جيت لقيت وليده الصغير عمره 10 سنين. قلت وين ابوك؟ قال ابوي مسجون. عسى ما اشر. قال والله في دين شرى له بلاد كبيره ولا عاد اوفاها. يقول وانا اروح مع الوليد ونزوره في السجن. عسى ما اشر فلان. قال والله انا اشتريت لي مزرعه كبيره على اساس اني ببيعها، ولا والله عليها خلافات عقب ما دفعت الفلوس، واللي تسلفت منه 6000 مدري 7000 سجني في هالفلوس. يقول وانا ما معي الا هال 6000 اللي في مخباي اللي هي تكفي دينه. قلت ابشر بعزك، جاء الحين الوفا لابوك هذه 6000. قال يا عمي ماني ماخذها، هذا جاري ويصبر علي، انت رجال عندك ظروف وعندك حاجه وجاي تتاجر. يقول وانا وياه يا الله. قال شوف انت انك تقبلها بعطيك اراضي بقيمتها، اكتب انا وياك اذا سددنا اروح انا وياك للعمده واكتب لك بهال 6000 ريال او 6000 دينار ما يعادل قيمه فلوسك.
يقول بعد الحاح شديد منه وانا ابي الرجال يطلع، وافقت. يقول ادفع 6000 واطلع الرجال واوديه عند اهله وياخذني يوديني الارض. يقول الارض بينها وبين البلد بعيده، يقول في بران، لكن سبحان الله يقول يحسب لي هكذا الارض طولها في عرضها كل ما ادري اعطاني بالفدان، يقول ما ادري اعطاني 80 او 70 فدان. يقول يروح عند العمده او ما ادري الشيخ المختار ويوقعني ويسلمني عليها ويعطيني الاورقه، قال تراها ان شاء الله باذن الله صبرت عليها تجيب لك خير. يقول وارجع لاهلي واشتغل في التجاره واشتري لي سياره وكت، و15 سنه الين عام 1400 هجري هالقريب. يقولوا لا العيال بيتزوجون وبيتوسع في البيت، يقول وتطري عليها الارض، ابى اروح اشوف ايش صار عليها. وانا اروح لاخوي يا فلان، قال نعم. قلت والله عيالي بيتزوجون، ايش صار الارض؟ قال الارض ان شاء الله بتجيب لك اضعاف مضاعفه. يقول يدخلونها للسوق واول سومه ب1,200,000 ريال. ما شاء الله. 6000 دينار كانت عن 60,000 ريال او شيء زي كذا. يقول وانا اخذها ب1,200,000 ريال ابيعها. يقول واخذها معي وزوج عيالي وابني الدور العلوي لعيالي شقق واتنفع فيها. يقول سبحان الله مزارق الطيب بين الرجال بيني وبين ابوهم ثم في عيالهم ما راح. لذلك فعل المعروف يا اخوان ما يضيع عند الله، الله سبحانه وتعالى ضامنه، الله سبحانه وتعالى ينميه. فمعرفة الرجال تجارة حتى وانت في بلد، هذا في الأردن وهذا في السعودية، وصار بينهم محبة على نقى وعلى وضوح وكل ساعد الثاني، والله سبحانه وتعالى يسر أمورهم. أسأل الله العلي العظيم ينفع بهالقصة وجزاكم الله عني كل خير. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك.